يعني هذا عشق. علمك هذا الكلام الشاعر الجميل عن الجماهير كثير حلو، وهذا جمهور الاتحاد يعني مو قاعدين احنا نقول شيء جديد. صحيح. طيب خلونا نضغط زر ونطفي القضايا ونشغلها مرة ثانية. حلو؟ حلو. عندنا سؤال خفيف ولطيف وببلاش. هذا آخر شيء؟ لا لا لا, لسه في أوراق ما طلعت، في ملفات لحد الآن. 10 قضايا بوجود. ايش رايك؟ أنا أعرف شخص صديق لي، صديق بوجود، صديق وكيل لاعبين، استلم 3 مليون من نادي الاتحاد وباقي له يمكن 2 مليون. هذا وكيل لاعبين صديقي، يعني مو قاعد أقول لك عن شخص أنا ما أعرفه، صديق لي. صحيح. هذا 3 مليون و2 مليون باقي له، هذا وكيل لاعبين. طيب اللاعبين كم يبون؟ اللاعبين الأجانب، القضايا، وللحين بعد في أكثر من ملف اللاعب المرفوع حتى الآن 10 قضايا. 10 في ملفات المرفوع حتى الآن، القضايا المرفوعة حتى الآن 10 قضايا. لسه أبو ريان بعد، ترى كل 2-3 راح ندخل بقضية جديدة. فجمهور الاتحاد يعني ما لا والله شوف بقول لك شيء، مسألة جمهور الاتحاد غلبان، نادي الاتحاد لك الله يا عميد، لكن من الحطام نصنع بطولات. معليش خليني كل هالكلام على جنب الحين. نبغى اجراءات، نبغى اجراءات، نبغى احد فعليا الان، اي احد في يد السلطه، في يد الصلاحيات، في يد المسؤوليه. ان كان الاستاذ عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم عليه ان يطلع بمسؤولياته ويطالب ادارات الاتحاد السابقه، اخر 4 ادارات، تجتمع لحل مشكله الاتحاد وبالقانون وبالنظام ومش على كيفهم. واذا كانت الصلاحيات عند الامير عبد الله بن مساعد يجمعهم ويحلون مشاكل الاتحاد بالقانون وبالنظام ومش على كيفهم. صحيح. لانه ما حننتظر الاتحاد يتهبط درجه اولى. ما في شيء. والله العظيم ترى يعني الموضوع لا يؤخذ بتساهل ولا يؤخذ بشعارات وكلام والله الجماهير العظيمه ولك الله يا عميد وكلام تويتر ذا، خلونا اياه على جنب. اليوم نبغى اجراءات حقيقيه لحمايه نادي الاتحاد. اجراءات حقيقيه وقويه وصارمه وتحميل المسؤوليه لمن اخطا. الاتحاد مقبل على الهبوط للدرجه الاولى بقرار. يا اخي متزاعلين مع بعض، روحوا تضاربوا برا، سووا اللي تبون بعيد عن النادي. ونبغى تعليق من الاداره السابقه، لازم يكون في رد من الاداره السابقه على هالكلام، اذا هي غلطانه ولا اذا ما هي بغلطانه. موضوع ال3 نقاط ترى شربنا عليه مويه كذا وبلعناه بالغصب. يعني كاعلام وكجمهور ما حد فاهم شو السالفه، والله الى يومك ما حد داري وش السالفه. والله العظيم ما نعرف شلون انخصمت ومين السبب وكيف انخصمت. هل هو في الاتحاد السابق الاتحاد السعودي لكرة القدم؟ هل هي أمانة الاتحاد السابق؟ هل هو لجنة الاحتراف؟ هل هي إدارة البلوي؟ ما حد عارف. نعرف 3 نقاط، طلع رئيس النادي قال ما هي برايحة، لا بتروح، لا ما هي برايحة، لا خلاص بتروح والله يعوضنا وبنعوضها. الحين في منع من التسجيل، اللي بعده تهبيط، وفي معلومات تقول في قضايا كثير عالقة على الاتحاد. طيب وش ننتظر؟ انت قلتها ابو جو، ننتظر الجمهور مهما عمل ما بيده شيء، والجمهور ابو ريان مو صاحب قرار. صحيح. لابد من سمو الامير عبد الله بن مساعد يتدخل في هذه. اولا هذه المنشاه ليس ملك احد من الاشخاص، هذه ملك الدوله، واللي قاعد يعمل فيها والديون هذه يتحملونها الادارات السابقه. والشيء الثاني، من غير معقول ان انا اجي كرئيس نادي او اداره يا ابو ريان احمل النادي هذه القضايا ثم انا اروح اجلس في البيت ما عندي، قاعد مع اصحابي واولادي ما عندي اي مشكله. فايضا لابد انه مثل ما تفضلت انه في تدخل لابد سريع. اتمنى ما حد بكره، شوف انا اعرف ترى بعض الجمهور وبعض الاعلام لا حد يحط لي شعار جوفنتوس وشعار الاتحاد والعظماء ينزلون درجه اولى. لا ما له شغل، ما نبي هالحركات. لا حد يجي يقولنا العظماء نزلوا درجه اولى يحط لي جوفنتوس والشعارات حقات تويتر هذه اللي قاعده تلعب في الناس. والله العظيم المفروض من بكره الصباح اذا مو بالليله تكون في اجراءات، طلب كل اوراق اداره نادي الاتحاد السابقه، الادارات السابقه، والجلوس على طاوله واحده، ويكون في بيان وتحمل المسؤوليات. نادي الاتحاد عميد الكره السعوديه، بطل اسيا، احد اعظم اوجه الكره السعوديه والكره الاسيويه، اليوم يتعرض لتهديد بالهبوط للدرجه الاولى. سكتنا انه الاتحاد ما يلعب في البطوله الاسيويه عشان شويه فلوس، وقلنا يلا اولويات، وهي يعني شكلها وما كانت اول واحده، وكنا عارفين انها ما هي باول واحده، وفي انديه ثانيه بتجي
وفي الطريق وكلنا حنشوف هالكلام. وبعدين جاء موضوع الثلاث نقاط والحين منع من التسجيل. لا حد ياخذنا بطولات والشعارات والعظماء والأندية العظيمة ولك الله يعمد والكلام ده كله. نبغى إجراءات، نبغى الاتحاد السعودي إذا كان في يده السلطة والصلاحية الدكتور عادل عزت أنه ياخذ مواقف واضحة وصريحة لحماية نادي الاتحاد. الرابطة لازم يكون لها موقف، الهيئة العامة للرياضة إذا كان عندها صلاحية تنقذ نادي الاتحاد تتدخل الهيئة وإحنا كلنا معاها، لأنه لا يمكن القبول أنه نادي ممكن ينهار ويتدهور عشان في 5 6 10 أشخاص ما يحبون بعض. لا يمكن. وهل هو نادي الاتحاد ولا احنا بنشوف بعد أندية ثانية؟ لا، الاتحاد هو الأكثر نادي. لا في أندية ثانية، أتوقع أنه في أندية ثانية. شفنا احنا الشباب تفاجأنا بالموضوع. شوف الشباب مخلص المشكلة. أنت عارف اللي قهرك بعد اللي يعور قلبك في الشباب أن الإدارة شيك مصدق ومعطينك إياه. نعم تروح صحيح. أنت تحطه بالدرج وبعدين تدبسني أنا بقرار إني ممنوع من التسجيل. ولما اجي احنا نتكلم يقولون والله انتم ضد الدكتور عبد الله البرقان. يلا اشربوا هالتركه. اذا ما في حلول ترى كلنا حنتورط. احنا كلنا نتورط. اليوم نادي الاتحاد جرس انذار خطير. نادي الاتحاد حرفيا يغرق. نادي الاتحاد حرفيا ممكن ينزل الدرجه الاولى. ولا تتحمل إدارة باعشن أي مسؤولية. باعشن يعني الله يجزاها خير. جات بعد كل المشاكل وتوفى رئيس النادي والرجل جاء تحمل المسؤولية وواجه كل المشاكل وجاب بطولة. صحيح. نتمنى أنه يكون في تدخل حقيقي. أرجو أنه يكون في تدخل حقيقي، يكون في إحساس بالمسؤولية. أرجو أنه يكون في إحساس بالمسؤولية وتدخل حقيقي. إذا نادي الاتحاد رجالات نادي الاتحاد غير قادرين على حل المشاكل، فأنا أقول الهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم والرابطة يجب أن يتدخلوا لحل مشاكل نادي الاتحاد وإنقاذه من هاللي قاعد يصير. حنروح الفاصل ونرجع.